السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا بنات. ان شاء الله هعمل معاكم وصفة عن تكبير الشفايف والخدود. هتدي لخدودك نضارة واحمرار خفيف وطبيعي جدا جدا. يا رب ان شاء الله الوصفة تعجبك، ولما تجربيها ابعتيلي وقوليلي رأيك. الوصفة ديت انا ضفت عليها زيت البرافين. زيت البرافين فيه فوائد كتيرة جدا جدا. إيه، يا رب الوصفة ان شاء الله تعجبك. ولو اول مره تشوفيني واول مره تتابعيني، يا ريت تعملي لايك وسبسكرايب للقناه عشان ما يفوتني. هي عباره عن خميره جافه خالص، اي نوع انت بتحبيه سواء فوري او من اللي هي القطع. عباره عن بودر. طبعا ما فيش بيت ما فيهوش بيكنج باودر ولا خميره. وما فيش بيت برضو فيه ليمون. انا ضفت دي برضو من دماغي، لان الليمون بيدي بياض وبيرطب البشره. وطبعا مية الورد، اي نوع انت بتحبيه مش هتفرق معايا. واخيرا وليس اخيرا زيت البرافين، انا شارياه كده من عند العطار. زيت البرافين ملوش ريحة وملوش طعم خالص. فتابعيني ويا رب ان شاء الله الوصفة تعجب. تابعوا الوصفة زي ما انتوا شايفين في الفيديو يا بنات، ويا رب ان شاء الله تجيب معاكم نتيجة. هتكلم معاكم عن فوائد زيت البرافين. زيت البرافين بيشبه مادة صلبة كده شمعية زي الشمع كده لما يدوب. بيستخرج من البترول والزيت الحجري. بيمتاز طبعا باستخداماته العديدة. الزيت ده يا بنات ملوش لا طعم ولا لون ولا ريحة خالص. حلو جدا للبشرة وللشعر. بيستخدم في تحضير الكريمات المرطبة اللي بيبقى فيها مادة دهنية، وده طبعا للبشرة الجافة. بيعالج الحساسية. بيستخدم في الشعر. وكل طبعا وكل حاجة ليها مقدار وطريقة معينة. بيستخدم برضو للشعر. وبيستخدم في الصناعات الغذائية. في الصناعات الغذائية. يعني ايه عشان تدي لون او شكل كده للاكل لما بيجي في الشاشة قدامكم. طبعا علاج تقشفات البشرة الجفاف والتقشيف بتاع الكوع والركبة. وتبييض البشرة بتحطي معاها شوية حوالي نص معلقة ليمونة على معلقة زيت. وبتحطيها على وشك وبتدي نضارة جدا. طبعا ملين للأمعاء وللناس اللي عندها مثلا إمساك وكده، حلو جدا. معلقة وفي اليوم وبتبقى كويس جدا. طبعا يا رب الوصفة تعجبكم وجربوها، وانا جربتها على وشي واكيد انتوا خدتوا بالكم، لان انا وشي من النوع اللي هو نحيف. هتلاقوه وشي تقريبا خد شكل دوران شوية واتملى شوية. حطيها على شفايفك حوالي 10 دقايق وعلى بشرتك، وقبل ما تغسلي وشك اقعدي افركي في وشك جامد جامد كده، ادعكي بيه. ويا رب ان شاء الله تجيب معاكي نتيجة. جربيها وقوليلي رأيك. وانا تحت امرك في اي وصفة تانية، واشوفك على خير ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.